طالما فيها اكله محشي يبقى لازم كل حاجه تبقى جاهزه عندي في التلاجة من بالليل. انا بحب احضر اكله المحشي والتريكات بتاعتها بقى من قبلها بيوم. عملت كده شويه محاشي حلوه ومحشي كمان بصل. تعالوا بقى شوفوا هنعمل خلطه المحشي ازاي. اهم حاجه بقى ما تنسوش الاكسبلور واللايك والتشجيع الحلوه منكم. يلا بينا نقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هعملها وهي خلطه المحشي. جبت زيت، حطيت عليها قطعه من الزبده وحطيت عليها فصين من المستكه. قسمت البصل، طبعا ضربت البصل في الكبه وقسمته على الاتنين. بعد كده اديته تشويحه لحد ما وصل للون الذهبي. الطماطم هنا انا مجهزاها سلقاها الاول وضرباها وبعد كده مصفياها. بهارات المحشي بقى اللي انت بتحبيها اكتبيها لي في الكومنتات علشان نعرف تركات بعض. انا بحب احط 7 بهارات وملح وقرفه وكمان بحط بهارات فراخ. وتعالوا شوفوا بقى النص التاني من البصل هعمل في ايه. النص التاني من البصل بحط عليه رشه ملح، رشه فلفل اسود ورشه كمون وبدعكهم كويس جدا جدا في بعض. التريكايه دي مش عايزه اقول لكم قد ايه بتفرق في طعم المحشي. بعد ما حطينا البهارات هنزل عليهم بالبصله دي. لسه كمان التريكات بتاعه خلطه المحشي ما جتش، وكمان لو كان في دبس رمان كنت حطيت، بيديله كده تسكيره حلوه قوي. تمام. وتركايه كمان اكيد منكم برضو بيعملوها، بحط نعناع وهو داخل كده في السوا، بنحط نعناع عليه بيديله طعم حلو برضو قوي. وبعد كده بقى اول ما يتسبك خالص 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 تمام بحط عليها الحباش. يعني انا بعد ما طفيت النار واتسبكت خلاص بحط عليها الحباش بتاعنا وهو عباره عن كزبره وشبت. دول بيبقوا كميه كبيره وبحط عليهم كده حزمه صغيره من البقدونس. وكده بقى تاكلوا احلى خلطه محشي وبقت جاهزه معانا كده خلاص. الكوسه كنت مقوراها والبتنجان كمان. تعالوا بقى ما اقول لكم تركايه حلوه كده في البتنجان بعملها. في شويه زيت صغننين قد كده هون بحطه في الطاسه كده وبديله تشويحه معاهم، ده بيخليه كده طري والزبده بيبقى حلو قوي. اهم حاجه مستنيه كومنتاتكم بالتريكات بتاعتكم في المحشي لما بتيجوا تعملوه. الرز غسلته كويس جدا ومصفياه حلو قوي قوي، يعني كنت حاطاه في مصفى عشان خاطر ما ينزلش الميه بتاعته. بصوا الخلطه بتاعت المحشي مش منزله ميه خالص. هنا انا بحب بقى ايه، بحب احطه على الرز. خلطه المحشي بتبقى كتير، ده برده بيديله طعم حلو قوي. هنا بدات ان انا احشي البتنجان وحشيت كل حاجه وحطيتها بلفها طبعا بستريتش وبروح بقى مدخلاها التلاجة. الخطوه دي بتبقى سهله جدا وبتسهل عليا المحشي، وعايزه اقول لكم ان الرز جوه مش بيبوش ولا حاجه، بيبقى حلو جدا. هنا بقى تاني يوم هنبدا ان احنا نولع على الاكل. الفراخ طبعا بحطها في الميه بعد ما اديتها تشويحه حلوه كده، بحطها في ميه سخنه تكون بتغلي. عليها بقى ايه، عليها جزر وطماطم وعليها كمان بصل. بحط برده في الشوربه بهارات فراخ وكزبره وبسيبها بقى تستوي علشان الشوربه دي اللي هنسوي بيها المحشي دلوقتي. في الارضيه هنا لو كان عندي كزبره خضراء كنت بحط قبل ما بحط البصل والطماطم، بتدي برده طعم حلو جدا. تعالوا بقى اما اعمل لكم شوربه المحشي اللي بيتسقى بيها المحشي بطريقه حلوه جدا تدي طعم حلو قوي قوي للمحشي. الطماطم دي انا كنت سلقاها يعني حاجه بسيطه وشايله القشره الخارجيه بتاعتها وضربتها في الكبه كده زي ما انتم شايفين. لو مش متاح تبشري الطماطم عادي في المبشره، بس دي بتديها طعم حلو اكتر. حطيت عليهم كيسين صلصه بيوري وحطيت عليهم مرقه دجاج. بحب برده ابهرها، بحط عليها سنه من القرفه وملح وشويه بهارات فراخ، لان شوربه الفراخ ما بتبقاش مملحه قوي. كله بقى احلى محشي بالشوربه دي، بجد بيديله طعم رهيب رهيب رهيب. انا هنا سقيت بيها الكوسه وسقيت بيها البتنجان والفلفل، وكمان سقينا بيها محشي البصل. ده بقى يا جماعه طلع اختراع رهيب جدا. محشي البصل انا عملته من غير ما هنسلق البصل. يعني طريقه محشي البصل الاصليه انك ما تسلقيش البصل خالص. هنبدا هنا اللي احنا نطلع البصله يعني واحده واحده كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هتطلع بالراحه، لو ما طلعتش بالراحه نقعد نسلكها بمعلقه صغننه قوي. برضو محشي البصل سقيته بنفس الشوربه اللي انا كنت عاملاها دي. تمام. انا هنا جايبه لكم اكتر من واحده علشان تشوفوا بس الطريقه اللي انا بشيل بيها رقات البصل واحده واحده علشان ايه تبقوا شايفين. هنا بقى الحشو بتاعه هو بيبقى ايه منفوش سيكه، يعني لان انا جبت الطريقه الاصليه ان هو مش بيتسلق. البصله ما بتتسلقش عشان تديها طعم حلو كده. دي الفراخ طبعا كنت عاملاها معاكم قبل كده اللي هي المسلوقه، وبعد كده عملتها بالخلطه، بعد كده رحت حطيتها في البقسماط. لو عايزين الفيديو ادخلوا اتفرجوا عندي على الصفحه ان شاء الله. هنا بقى دي كوسه استوت خلاص، وكمان البتنجان والفلفل. عايزه اقول لكم الطعم يا جماعه يعني على الجمال، طبعا باين من شكله. ومحشي البصل ده كمان طلع اختراع وطعمه حلو قوي قوي. اهم حاجه بقى ما تنسوش اللايك والاكسبلور، وتكتبوا لي كده تحت في الكومنتات بتتابعوني منين، وتكتبوا لي التريكات بتاعتكم في المحشي ايه. ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.